ورجعنا بفيديو جديد، وعارفة ان انا بقالي فترة كبيرة ما نزلتش. بس الحقيقة الفترة اللي فاتت انا فعلا كنت تعبانة لدرجة ان التعب اللي كان عندي خلى صوتي مش موجود. فانا كان صوتي مش موجود، ما كنتش عارفه اتكلم اصلا، فبالتالي ما قدرتش ان انا اعمل اي فيديوهات خالص ولا حتى على انستجرام. قبل ما نبتدي هطلب منكم 3 حاجات. المره دي هطلب منكم 3 حاجات. اول حاجه عايزاكم تحضروا الدرينك بتاعكم او المشروب الخاص بيكم. تاني حاجه عايزين كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. وتالت حاجه عايزين كلنا ندعي لاخواتنا في كل مكان، سواء في السودان او في سوريا، في لبنان، وفي فلسطين الحبيبه. واحب اهني اخواتي واهلي على وقف اطلاق الحمد لله، ونقول بسم الله ويلا نبتدي. زي ما شايفين تحت عنوان الفيديو بالظبط ده اللي انا هتكلم عليه، وهو تحسين 1% قادر انه يشقلب حياتك. بس لو انت حبيت انك تعمل ده، عايز تعمل ده، تعالوا اقول لكم احنا هنتكلم على تغيير او تحسين 1% كل يوم في 4 جوانب. اول جانب فيهم الجانب الديني او الجانب النفسي. تاني جانب هو الجانب المادي او الجانب المالي. تالت جانب هو الجانب العملي. رابع جانب هو الجانب الصحي. فتعالوا واحدة واحدة كده نفصصهم سوا. أول جانب هو الجانب الديني النفسي. أول حاجة هتكلم عليها هي العبادات اليومية. أخبارك إيه في العبادات اليومية؟ لو ما أثر في أي عبادة من العبادات، وأهم عبادة من العبادات هي عبادة الصلاة. الصلاة ده ركن أساسي، الإسلام كله واقف على الصلاة. لازم نحسن على الأقل 1% كل يوم. أنا إزاي أحسن 1% في الصلاة مثلا؟ طيب لو حضرتك لا قدر الله مش بتصلي، ربنا يعفو عنك، حاول بقى ان انت تقرب شوية وتصلي. تحاول تصلي، مش هقولك تلتزم بالصلاة دلوقتي، لا، انت حاول تاخد بس وان ستيب. طيب لو حضرتك الحمد لله بتصلي وربنا يديمها عليك، 1% تحسين ده هيبقى في انك تداوم على الصلاة على مواقيتها. انت بتصلي وبتصلي الصلاة على وقتها زي الفل قوي. حاول بقى تقرب اكتر وتخشع لله في الصلاة. تاني حاجة، حاولوا ان انتوا تقربوا اكتر من ربنا وتسمعوا كلامه، وتسمعوا الرسائل اللي هتوصل لكم لما تقروا كلامه في القرآن الكريم. فحاولوا يبقى عندكم ورد يومي، ورد يومي بس، حتى لو نص صفحة، نص صفحة، صفحة بس، صفحة. ودي عادة حلوة يا ريت نعملها. طيب لو انت بقى ملتزم بالورد اليومي، حاول بقى انك تزق شوية نفسك وتحفظ الصور الصغيرة في القرآن الكريم، تبتدي تحفظ في القرآن. فأتمنى ان احنا نحسن على الأقل 1%، سواء في ان انت يبقى عندك ورد يومي في القرآن، او ان انت تبتدي تحفظ قرآن، او ان انت تبتدي تتدبر القرآن. تالت حاجة، دي مهمة لكل مسلم ومسلمة، حاولوا تتعلموا اكتر عن الدين. احنا يا جماعة في زمن كله فتن، حرفيا كله فتن. فاحنا عايزين احنا نرتقي بعلاقتنا مع الله. واخر بوينت في الجانب ده، بوينت مهمة قوي لاخواتي الطلبة. يعني مثلا تحضروا في الجمعيات الخيرية، تروحوا تتبرعوا بحاجة، تروحوا تتبرعوا بوقتكم في الجمعيات الخيرية، تدخلوا في أعمال تطوعية. أنا عايزة أقول لكم الحاجات دي هتزيد من وعيكم وهتنمي قدراتكم من غير ما تحسوا، وهيبقى عندكم خبرة مع الناس. ودي حاجة مهمة، دي حاجة مطلوبة اكشلي دلوقتي في الشغل، ان يبقى عندك خبرة في التعامل مع الناس. تاني حاجة الجانب المادي او المالي. اول حاجة احنا لازم نسأل كده نفسنا، هو انا فلوسي بتروح فين؟ فانا ما ينفعش اصرف فلوسي هباء عبثا كده من غير ما اعرف الفلوس بتروح فين. انا كبيرة وبشتغل، باخد 1000 2000 10 100 ايا كان اللي انا باخده. هو انا الفلوس بتاعتي دي لازم اقسمها، ما ينفعش زي ما تيجي زي ما تروح كده ما اعرفش راحت فين، لازم تتقسم. فالمهم فعودوا نفسكم دايما تحددوا اولوياتكم، تشوفوا المسؤوليات ايه، وبعد كده الحاجات المفروض ومهمه قوي ان احنا نجيبها، وبعد كده رفاهيه بقى دي في الاخر. والله ليها فلوس خير وبركه، ملهاش الشهر الجاي يا باشا اشتغل على نفسك وهتجيب عادي. وانا ليه بقولك انتي شخصيا كبنت الموضوع ده دلوقتي او الكلام ده؟ لانك يا حبيبتي انت لو ما شلتيش المسؤوليه دلوقتي وقعدتي تقولي انا لسه في بيت ماما وبابا بيصرفوا عليا اجيب اللي انا عايزاه واسافر واعيش واروح واخرج وبتاع، ما جربتيش تشيليها دلوقتي بمزاجك، هيجي عليكي وقت هتشيليها غصب عنك. جربي انك تشيليها، جربي انك تعملي ده عشان ما تتفاجئيش قدام. تاني حاجه، ودي نقطه مهمه يا ريت نركز فيها، لازم ان احنا نستقطع جزء من الفلوس، حتى لو 100 جنيه. شوفوا 100 50 جنيه. عايزه اقول على حاجه اضافيه، الاستقطاع ده
احنا نستقطعه لينا فهنشيله على جنب. ممكن برضو نستقطع شهريا جزء من الفلوس نطلعه لوجه الله، صدقة مثلا. فاهميني؟ حاجة زي زكاة عن النفس. تالت حاجة مهمة قوي قوي، لازم تقرأ عن إدارة الأموال، كيفية إدارة الأموال، ازاي انا ادير فلوسي. لو انت مثلا مش من النوع اللي يحب يقرا في الكتب وكده، ممكن تسمع بودكاست، ممكن تسمع فيديو، تتفرج على فيديو. عايزه اقول على حاجه، انه المحلل المالي او الشخص اللي انت هتستعين بيه سواء في فيديو يوتيوب او حتى في بودكاست او حتى في كتب، الشخص ده هيعلمك برضو ازاي تستثمر فلوسك. فلازم الاستثمار مهم جدا جدا. تالت جانب هو الجانب العملي، والجانب ده عايزين نصحصح ونفوق فيه شوية عشان هو مهم قوي. أول حاجة هتكلم فيها لازم نحسن فيها 1% تحسين على الأقل. لازم تعرفي وقتك بيروح فين يا فنانة، انتي وقتك بيروح فين. علشان تعرفي وقتك بيروح فين لازم تعملي حاجة مهمة، وهي انك تخططي لوقتك من بداية اليوم او من اليوم اللي قبله. انا بعمل كده، يعني باجي بمسك النوت بوك بتاعتي وبكتب انا هعمل ايه بكره، بكتب البوينتس اللي انا هعملها، كل بوينت على حده. بقول انا والله بكره عندي تصوير فيديو 1 2 3 ولازم يتصور ولازم يتعمل. فانا بحاول، طبعا انا في حاجات بتقع مني، بس على الاقل بنجز حاجات. دي اول حاجه. ما بقولش اصل اليوم مش مكفيني و24 ساعه مش مكفيني. بس انا معاكم في نقطه مهمه قوي 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 للناس اللي هتكتب لي اصل الوقت بيجري بسرعه جدا. صح فعلا، الوقت ما بقاش في بركه، الوقت بقى بيجري هوا، اللي هو احنا هو امتى المغرب جه، ايه ده، انا مش الصاحيه. بس الفكره بقى هنا ان احنا نحاول نلحق الوقت اللي بيجري ده، لانه وانس الوقت جري مش هنعرف نرجعه تاني. في كمان حاجه لازم تقرا عن الوقت. فاحنا هنحسن كل يوم 1% في ان احنا مثلا نقرا عن الوقت، ارتكل على الفيسبوك او على جوجل مثلا. انا وانس عرفت وقتي بيروح فين، صدقوني هعرف امسك الوقت، هعرف اتحكم انا فيه، مش هو اللي يتحكم فيا. 2 في الجزء او في الجانب العملي ده هو تحديد الاهداف. ما ينفعش تبقى ماشي جهجهوني كده بعشوائيه، ما ينفعش. فانت لازم تخطط، سواء التخطيط ده تخطيط سنوي او مثلا تخطيط ربع سنوي، تخطيط نص سنوي، تخطيط شهري وده القريب لقلبي واللي انا بحب اخطط له جدا، او تخطيط يومي وهو التدوين اليومي. اكتب 1 2 3 الحاجات دي لازم اخلصهم النهارده. فانا بلزم نفسي ان انا لازم اخلصهم النهارده. ممكن اخلص 1 و3 و2 تقع مني، تاني يوم الزم نفسي ب2 واخلصها. هي دي النقطة، وهو ده عايزة اقول لكم اللي هيعلمكم ان انتوا تلتزموا فعلا بالكلمة اللي تقولوها. لان وانس عقلكم حس ان مفيش التزام منكم، هو هيصدق ده مع الوقت، وهيصدق ان انتوا ما تقدروش تلتزموا اصلا، انتوا اقل من ان انتوا تلتزموا. فوانس انت التزمت او انت التزمتي، هتبنوا في عقلكم وتهيئوا له انه لا انا قد كلمتي. فوانس انت قلت كلمه فيما بعد في المستقبل، عقلك هيلتزم بيها. تالت حاجه مهمه قوي قوي البوينت دي، وهي ان احنا نتابع اهدافنا. مش اللي هو احنا حطينا اهداف وخلاص. فتحسين 1% عشان نحقق الهدف اللي احنا حطيناه لازم كل يوم نتابعه، مراجعه على اهدافي او على خطواتي، نسميها ستيبس، مراجعه على الخطوات، فاشوف هل انا عملت الخطوه دي ولا وقعت مني. لازم اتابع. فاتعودوا ان انتوا تحددوا الهدف وتكتبوه، تخططوا له، وفي نفس الوقت تراجعوا عليه من وقت للتاني. رابع نقطة، تطويرك يا فندم، تطويرك يا فنانة. لو انتي ما اتطورتيش دلوقتي صدقيني اللي حواليكي هيسبقوكي لدرجة ان انتي هتنقرضي. في امثلة كتير لناس وقفت في مكانها وغيرها جه اخد اللي هيحط حاجات عليه ويعلى عليها. ده حصل كتير، ده حصل في براندات كتير. طيب نطور من نفسنا ازاي يا هبه؟ والله عندك الكتب والله كنز كبير. عندك يوتيوب فيديوز مهمه قوي، عندك البودكاست. يعني انا لما بكون في الجيم والدنيا بتبقى هاديه حواليا بسمع بودكاست ببقى مستمتعه. فبجد يا جماعه التطوير مهم. اتعلمي لغه، اللغه دلوقتي هي الاساس. فوانس انت اتعلمت لغه بقى عندك الاساس، وبعد كده تبني بقى عليه. طب لو انت بنيت عليه وانت مفيش اساس، شكرا، مفيش حد هيشغلك. وقليل قوي لما تلاقي شغل بيقولك اللغه مش مطلوبه او قشطه عادي مش مهم. وهتاخد كام؟ هتاخد ملاليم يا فندم، تاخدي ملاليم يا فنانه، مش هتعرفي تجيبي الميك اب. فاتعلموا لغه. تاني بوينت، بصوا البوينت دي برضو مهمه، وهي ان انتوا تقروا كتير. انا دلوقتي مثلا في مجال الديجيتال ماركتنج او مجال البيزنس، الاي اي، اي مجال انا شغوفه بيه او انا بشتغل فيه، فانا هقرا عنه، اتشطر فيه عشان اعلى فيه. انا عندي شغف فيه، سواء انا عندي شغف او سواء انا شغاله فيه اصلا، انا لازم اقرا عنه، لازم اتثقف فيه، لازم اثبت وجودي فيه. طور من نفسك. بلس كمان اقرا كتب كتير واسمع بودكاست كتير، واقرا في المجال بقى، خاصه في المجال اللي انت شغوف بيه او اللي انت شغال فيه. هتقولي مثلا والله انا سباك، ايه المشكله؟ زي الفل،
اجدع ناس، اقرا عن السباكه، اتعلم من الاجانب، اتعلم من الناس التقيله في البلد في مجال السباكه، وهكذا وهكذا. طيب البوينت الخامسه او السادسه او الرابعه تقريبا، النقطه دي بجد فادتني انا شخصيا لما ابتديت اعملها، الفلتريشن او الفلتره. ايه الفلتره دي؟ الفلتره ان انت تفلتر اللي حواليك. انت مش هتعرف توصل لاهدافك غير لما تفلتر الناس اللي حواليك، تفلتر الناس اللي على الانستجرام، تفلتر الناس اللي على الفيسبوك وعلى التيك توك، تفلتر الناس اللي انت بتتفرج عليها، لان اللي انت بتتفرج عليهم دول بينعتوا عليك، بهاتوا عليك. فوانس انت ابتديت تتابع الناس اللي هيوصلوك لهدفك، سواء ناس رياضيين، ناس شاركس مثلا، ناس في مجال البيزنس، في مجال الماركتنج، حتى لو ناس عندها فولورز قليلين بيتكلموا صح، الناس دي الناس 100 اتابعهم، هتتعلم منهم. النقطة دي النقطة رقم 6 7 تقريبا. حاولي ان انتوا توسعوا دايره معارفكم. المعارف حلوه وخصوصا في الزمن ده، صدقوني المعارف والله بتوصل لفوق قوي، بس نقي معارفك بذكاء، خلي معارفك فيها علاقات وين. طيب تحسين 1% في النقطه دي هيكون ايه؟ يعني افتح ازاي الباب؟ يعني انفتح على العالم اللي انا عايزه احط نفسي فيه، الناس اللي انا بحوط نفسي بيهم علشان اكون شبههم في المستقبل، الناس اللي انا نفسي ابقى زيهم. رابع جانب الجانب الصحي. مبدئيا كده لو ما خدتيش بالك يا فوزيه من الجانب ده طول سنه 2025 صدقيني كل الجوانب اللي فاتت دي احنا مش هنعمل فيها حاجه. فاسمعي الكلام ده، وضروري ان انت تفكري فيه، تحكمي عقلك فيه وتبتدي تنفذيه. 1 لازم تمشي على نظام غذائي صحي. اعتقد ان انت سمعتي الكلام ده من اشخاص كتير جدا، ولكن الكلام ده مش كلام انشا، الكلام ده مهم ليكي. مبدئيا كده انا باكل كل حاجه، بس بقيت اكل الحاجات الهيلثي بحدود. فاعملي كده، لان انت طول السنه دي مش هتعرفي تحققي اي حاجه في الجوانب التانية طول ما انت صحتك بايظه. 2 الرياضه انا اتكلمت عليها الفيديو اللي فات واللي قبليه تقريبا. الرياضه يا جماعه مهمه جدا جدا، حتى لو هتمشوا نص ساعه في اليوم. يعني انت اعمل تحسين 1% تحسين كل يوم، انك تمشي لك 10 دقايق. حلو، 10 دقايق اهو مش هتعمل حاجه، كانك رحت تشتري حاجه من البقال مثلا او من الماركت، لحد مثلا ما ربنا يكرمك وتروح الجيم، وتبتدي ان انت تروح مثلا مرتين في الاسبوع الجيم، وبعد كده تكتر شويه 3 وهكذا. تحسين في 1% كل يوم انت مش هتحسي بيه، لانك هتعود نفسك عليه. فسواء انت او انتي بتلعبوا رياضه مثلا زي السباحه، زي الباسكت، زي الهاند، او مثلا حتى بتلعبوا في رياضه الجيم، هي رياضه الجيم مهمه، بتقسم الجسم لو انتوا التزمتوا عليها، بيخلي فيه صحه. او اقول لك على حاجه، انتي مش قادره تروحي الجيم، بلاش يا ستي الجيم، ارقصي. الرقص هيخلي جسمك فيه ليونه اكتر. اي نعم الرقص مش هيبني كتله عضليه، وده اللي انا بتكلم عليه كتير، ولكن الرقص هيخليكي تستمتعي وتخسي في نفس الوقت. انتي هتخسي بس مش هيبني كتله عضليه، هو هيقسم نوعا ما جسمك بس مش الشكل اللي في دماغك. ثالث بوينت، والبوينت دي يا ريت نسمعها ونفهمها ونعمل بيها، لازم ننام بدري. النوم مهم، لازم ندي لجسمنا وقت كافي للنوم. النوم مهم يا جماعه، هو اللي هيخلينا نعمل ريكفري من الجيم، هو اللي هيخلينا نصحى تاني يوم احسن ومودنا احسن ومش متضايقين. فادوا لنفسكم بس وقت كافي للنوم. انت حاسس 1% كل يوم ان انت تنام ساعه بدري. المهم ان انت تنام نوم كافي. انت بتنام الساعه 2 بكره، حاول تنام الساعه 1:30، بعده 1:30، بعده 1:30، بعده الساعه 1، وهكذا. يعني انت حاول توازنها، تعملها بالانس، ولكن التزم بده، وواحده واحده هتسحب نفسك من متلازمه السهر. وبالمناسبه عايزه اقول لكم ان في حديث عن سيدنا النبي بيقول اللهم بارك لامتي في بكورها، يعني كل اما نقوم بدري كل ما هيبقى عندنا بركه اكتر في الوقت، وبركه اكتر ان احنا ننجز حاجات كتير. اصحي بدري يا فوزيه عشان عندنا حاجات كتير. وبس كده انا خلصت، واتمنى ان انتوا اي حاجه وقعت مني مثلا، او جانب من الجوانب انا ما ذكرتوش، جانب اضافي، ممكن تقولوا لي تحت في التعليقات، او لو حابين تضيفوا على الجوانب اللي انا ذكرتها بعض البوينتس او النقاط الاضافيه، قولوا لي برضو تحت في التعليقات علشان نتناقش مع بعض. وكمان مش عايزين ننسى ان احنا ندعي لاخواتنا في سوريا ولبنان والسودان وفلسطين، ربنا يا رب يحفظهم وينجيهم من اللي هم فيه. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه يا ريت تعملوا لي لايك، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو عايزين تشوفوني تاني، وما تنسوش تصلوا على النبي، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.